أنا مرة بجر أي سوريتي كم نجاح Fayyaa dhalaguma جرتا jira galata rabbii. بقى يدر رافتك Amiin wajjinaa. وان كان مالف درت Wanti kana wanti ani dira dhufin yookiin immoo nuti fayyadamuufin akkuma beeknu yeroo ammaa kana dhibeen addunyaarra babal'achaa jira adeematin jira. أيه Sababuma kanaaf akka namoonni waan kana fayyadaman maaskii kana fayyadaman akka deeman yeroo bahanii jiran akka maaskii kana fayyadamaniif diradhee deemuutu jira yeroo baay'ee waan kana fayyadamu أها garuu falmaa fideenga jaraanii eegalleetti fayyadamuu isaa kana jalqabaatiin jira anaafis haaraya diradhee iyyuu beeku na beeku أوكي أيه deema أيه kanaafin diradhee kun fayyadamaa وان بريدا نما وان كان كم نبغى مالهم تنام سكت nama maaskii kana bitatanii hin qabneefin beektaa maaskii kun baay'ee bareedadha. أيه Hamma tokko kanama eegu rabbi irraan immootu abbaanis iddoo bira qaba. أيه Waa'ee dhibee kana hedduu tokko hamma tokko hafuura namaa hafuura walirraa walitti dabru afaan keessatti hin kunne funyaan keessatti hin kunne sirraa ni daangessa. أيه Dhibee kana illee bu'aa ni qaba. أيه Kan immoo irraa sirrittiin kan nama eegu. Nama tiisu rabbi tokkicha. دوا Kanaaf أوكي دبلت نما ولرتي سكاني تاني اللي أدسي سودا فوقو قرته برباكي سادا إيه صادقة السلام عليكم. السلام عليكم. أيه namni kana jedhamee ta'anii yaani sirriitti of eeggannaa godhaan turre beektaa dhugaa dubbachuun haga kana dura ta'e أيه alhamdulillah kana meequrabuma rabbiin nu eeggasiin nu gaheetiin jira inshaallah oromoon baay'inaanii waa sirriitti dhibee kun mudatee jirabbiin sanaafis uummallee أيه hataan inshaallah kana meequrabuma haala kanaan of eeguu jira jechuudha rabbi بريدا قا kanaafin amma beektaa maaskiin kun haala innata lama jira أيه inni tokko kana أيه kana kun hicuudha inni kun hicuudha لو بدري تجي أساسا من يوم السبت الجاي 30 مايو راكب اتوبيس، راكب ميكروباص، راكب قطار، راكب مترو. مش هتركب مترو بالمناسبه ولا قطارات الا وانت معاك كمامه، يعني غير كده هيرجعك. تبقى عامل حسابك من دلوقتي مش هتروح محطه مترو ولا هتدخل حتى لو معاك اشتراك مدى الحياه، مش هتدخل الا بالكمامه. مش هتركب قطر الا بالكمامه، مش هتركب اتوبيس الا بالكمامه. ليه؟ هتدفع غرامه 4000 جنيه. هو عايز يعفيك من 4000 جنيه. فانا بنبهك النهارده الثلاث لو سمحت من يوم السبت الكمامه اجباري والزامي والا غرامه 4000 جنيه. لو نازل تشتري اي حاجه من جنب بيتك، من الكشك اللي عندك، من السوبر ماركت، من اي حته، الكمامه 4000 جنيه غرامه. طب وسائل النقل الخاصه لو انا في عربيتي؟ لا، العربيه ملهاش علاقه بالغرامات اللي هي ال 4000 جنيه. العربيه الخاصه. ولكن لو معاك اشخاص اكتر لو انت لوحدك الكمامه ملهاش اي داعي. لو معاك حد تاني تلبس الكمامه، عظيم جدا، ده حمايه ليك ووقايه ليك، واللي معاك يبقى لابس كمامه. يبقى من السبت اجباري على كل الناس، الكمامه اجباري. ما تنزلش ولا تروح اي مكان الا بالكمامه، والكمامه لازم تتوفر وتبقى موجوده، وانا بقول اهو لازم تتوفر في كل مكان، في الاكشاك اللي موجوده في الشوارع، زيها زي حاجه بتتباع في الشارع، زيها زي ازازه الميه، زي الحاجه الساعه، تبقى موجوده الكمامات في اي مكان، بس ما تبقاش في الشارع، اللي هو اقصد الناس اللي بيبيعوها على الارض
من كام يوم كده حد وراني حاجات وكان منظر مش حلو ان انا اعرضه كمان. ناس قاعدين عارفين اللي بيبيعوا الحاجات ناس بيعملوا كده كمامات وحاطينها على الارض وبيبيعوها. لا دي مش صحيه، دي تعديك ودي تاذيك كمان. انا عايز الكمامه الطبيه الصحيحه، مش اي حد يعمل لي اي كمامات. وعشان كده كل اجهزه البلد بتشتغل، رقابه اداريه وغيرها وغيرها، والتموين والداخليه وكله بيشتغل عشان مصانع بير السلم ما يعمليش يستغل الموضوع النهارده ويعمل لي كمامات مضروبه ويرميها لي في الشارع، ناس تبيعها يبدرها كده بجنيه وب2 جنيه. لا دي هتاذيك، دي مش هتمنع عنك المرض. الكمامات اللي تمنع عنك المرض لها مواصفات طبيه وصحيه، مش اي حد يعمل كمامه. انا قاعد في البيت فاجيب قماشه واعملها، مش هتعرف تعملها. اشتري ب2 جنيه ولا 3 جنيه، ولا حتى لو كانت ب5 جنيه على الاقل تقدر. واتمنى ان احنا نقدر نوفر للناس على الاقل اللي هم زي ما القوات المسلحه عملت، في وزاره النقل عملوا، الداخليه بتعمل، نقدر نوفر للناس المحتاجه. الناس المحتاجين، في ناس ما يقدرش يشتري كمامه كل يومين، يعني هو اللي اشترى مره مش هيقدر يشتري كل اسبوع مرتين او 3 اللي هي ممكن تتغير كل يوم. في ناس معهاش القدره، ما عندوش قدره، ده ادل ما يشتري كمامه يقول لك اشتري بيها رغيف عيش. في ناس كده وفي ناس حالتهم كده، واحنا ما احنا عارفين الناس يا جماعه. فارجوكم ان احنا كمان نوفر هذه الاعداد والكميات للناس المحتاجين. قلتها قبل كده، يا ريت كنت اعملها على بطاقه التموين، والدكتور علي مصلحي لو يقدر يعمل الكلام ده. هل ده متاح ولا مش متاح؟ يتعمل ازاي؟ ايه الحكايه؟ ارجو ان احنا نقدر نوفر على الاقل للناس اللي هم الغالبيه العظمى، اللي هم الاكثر، اللي هم بينزلوا دايما الاسواق اللي في الشوارع، الاعداد الاكبر من المواطنين، نقدر نوفر لهم ده بمنتهى السهوله، سعر رخيص. وفي ناس ممكن اديها لهم واقول له اتفضل لو سمحت، انا عايز احميك من انك تصاب.